السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في جولة جديدة. هنروح النهاردة نعمل جولة كاملة في برج القاهرة من الألف للياء. ان شاء الله تعجبكم جولتنا النهاردة. برج القاهرة كلنا عارفين مكانه، هننزل محطة الأوبرا وهنمشي شوية صغيرين، وأول حاجة هنشوف الشجرة ديت. الشجرة دي شجرة عمرها أكتر من 156 سنة، وهي شجرة التين البنغالي. شوفوا بقى تتصوروا عندها كام صورة كده للذكرى. بعد كده هنلاقي على ايدينا الشمال برج القاهرة زي ما انتوا شايفينه. هنقطع التذاكر بتاعتنا، وبعد كده سعر التذكرة في الأيام العادية 70 جنيه، والأطفال اللي أكبر من 6 سنوات. وفي الأعياد وفي المناسبات التذكرة ب100 جنيه. بعد ما بنقطع التذاكر بنلاقي ساحة كده موجودة، قبل ما نطلع البرج يعني. في طبعا كافيهات على اليمين وعلى الشمال. اللي في الوش دوت لو حد حابب يتصور زي ما انتوا شايفينها كده، في 3 مقاسات للصور، كل صورة مكتوب عليها المقاس بتاعها. سعرها بيبقى من 100، في 150، وفي 200. والصورة بتستلمها عادي وانت مروح يعني. وبعد كده في على الشمال في بازار. كل الحاجات اللي انتوا شايفينها دي اللي هي فيها مغناطيس، اللي احنا بنلزقها يعني على التلاجة مثلا. في اشكال فرعونية، في كمان على شكل البرج. كل واحد بيختلف سعره حسب الخامة بتاعته. في بلاستيك، وفي الخشب دوت، وفي كمان اللي هو المعدن. طبعا بصراحة بتبقى حاجة حلوة قوي ان احنا ناخد حاجة من دي. انا صراحة بحب اللي هو بيلزق على التلاجة ده. اجيب واحدة كده واروح بيها واحطها على التلاجة، بتبقى تذكار ان انا رحت البرج وجبت حاجة يعني من هناك. وفي مجات بقى، وفي كل الاشكال اللي انتوا عايزينها، وفي كمان اكسسوارز، وفي شنط زي ما انتوا شايفين كده، وفي ميداليات. في حاجات كتيرة جدا، وكل حاجة مكتوب عليها السعر بتاعها. في كمان ده يعني عارفين ماكيت كده صغير، هو بازل بيتفك ويتركب على شكل البرج. بعد كده بعد البازار في كافيه، وفي بيعملوا فشار وتشربوا حاجة يعني، في قاعدة بتبقى تحت من قبل ما اطلع البرج يعني. طبعا اللي بيحصل كالتالي ان انا بقطع التذاكر، ومع التذاكر بيدونا ارقام. الارقام دي انا بنتظر تحت في الساحة ديت لحد ما بيندهوا على الرقم بتاعي. وبعد كده بنتجه طبعا ان احنا نطلع في المصعد بالدور، بكل واحد بالدور بتاعه يعني، بالارقام اللي معاه. وكده طلعنا الحمد لله بسلام. هم طبعا 62 دور بنطلعهم في الاسانسير. يعني كل 10 ادوار بيكتب رقم واحد، يبقى 2 طلعنا 20، وهكذا لحد ما بنوصل بالسلامة فوق. وكده اول ما بنطلع كده على طول بنشوف المنظر طبعا الجميل اللي انتوا شايفينه ده. وهنا بقى مكتوب نبذة تاريخية إن البرج أنشأ في عهد الرئيس جمال عبد الناصر من سنة 1956 لحد 1961، استغرق تقريبا 5 سنين. وهو أكبر يعني طوله 187 متر، وهو أكبر من الهرم الأكبر اللي هو خوفو يعني بحوالي 43 متر، وهو 62 دور. يعني الحاجات دي كلها موجودة في النبذة التاريخية دي، نقدر إن احنا نقراها طبعا واحنا بنزور البرج. وكمان قايلين ان رحلة البرج في المصعد بتستغرق حوالي 45 ثانية. اللي انتوا شايفينها دي حديقة الزهرية او حديقة النباتات. عايزة اقول لكم ان المنظر من فوق حلو جدا، وخصوصا واحنا بنلف كده في البانوراما بنبقى شايفين القاهرة كلها. وامان جدا يا جماعة للاطفال، ما تقلقوش، لان في سور عالي، وكمان هو معمول بحديد كويس، وكمان حوالين الحديد دوت في سلك. طبعا ممنوع ان احنا ناخد اكل او شرب معانا واحنا طالعين البرج، لان بيبقى فيه تفتيش قبل ما بطلع المصعد بيبقى فيه تفتيش طبعا، بيفتشوا الشنط اللي معانا. وما بيبقاش فيه يعني احنا بناخد معانا اكل او شرب او الحاجات دي. ده اللي انتوا شايفينه ده النادي الاهلي. ودي كانت الحمامات السباحة بتاعت النادي الاهلي اللي عدت علينا دي. اهي رجعنا لها تاني. واللي هناك المدورة اللي على اليمين دي الاوبرا.
وده المدور ده فندق صفة الجزيرة، واللي هناك دول فندق جراند نايل تاور. عايزة اقول لكم كمان ان افضل وقت هتروحوا فيه تطلعوا البرج هو الوقت اللي ما بين العصر والمغرب. هو ده افضل حاجة ان انتوا تحضروا الغروب هناك من فوق. بجد هو ده الوقت الحلو جدا. واللي انتوا شايفينه ده كوبري قصر النيل. وده كوبري الجامعة. وده مبنى الإذاعة والتلفزيون، وده مبنى وزارة الخارجية. هتشوفوا كل حاجة، يعني واحنا بنلف فوق في البرج داير ما يدور كده. شايفين كل حاجة، وطبعا أهم حاجة الأهرامات وأبو الهول. والقلعة طبعا هوريها لكم، أنا مش إن شاء الله يعني مش هسيب حاجة غير لما أقول لكم كل التفاصيل بتاعتها. وشوفنا كمان المتحف الفني المصري، وشوفنا حمامات سباحة النادي الأهلي كلها وريتها لكم. شوفنا كمان نادي الفروسية. طيب وانتوا بتقطعوا التذاكر من تحت هيعرض عليكم المسؤول يعني عن التذاكر، هيقول لكم تاخدوا تذكرة تشوفوا التلسكوب ب10 جنيه، او ان انتوا تختاروا النضارة المكبرة اللي انا مصورها لكم ديت ب50 جنيه وتقعد معاكم ربع ساعة. فاحنا اخترناها عشان خاطر نقدر نلف بيها البانوراما كلها ونشوف كل الاماكن اللي احنا عايزين نشوفها. لكن التانية في منها واحدة يمين وفي واحدة، يعني في واحدة في النص ده وفي واحدة في النص دوت. لكن دقيقة ونص حسيت ان هي مش كفاية، يعني يا دوبك اول ما ابص فيها كده واسرة اللي معايا عايزة تشوف هي كمان، فهتكون الوقت خلص وما شفناش براحتنا. فزي ما عودتكم يعني كمان ان انا اقدر اجيب لكم الشكل اللي هو كأن بالعدسة المكبرة كده، واشوف كأنكم معايا بالظبط جوه الرحلة. ده مبنى الإذاعة والتلفزيون، ده مبنى وزارة الخارجية. ودي طبعا القلعة انا عملت عنها ريفيو قبل كده، اتمنى ان انتوا تشوفوه ويعجبكم ان شاء الله. وبصراحة هما يعني ما قالوش ان الربع ساعة خلصت وخدوها مننا. احنا قعدنا نتفرج براحتنا خالص، هما ناس محترمين جدا صراحة فوق يعني في البرج، وخدوها مننا بعد ما خلصنا يعني واتبسطنا بيها الحمد لله. بعد كده هنزل على الدور ال14، وهو موجود فيه المطعم الدوار. طيب المطعم الدوار بقى حكايته ايه؟ احنا واحنا تحت بنقطع التذاكر بنقول ان احنا هندخل المطعم الدوار. فاحنا المفروض ان احنا بنحجز من تحت، فرد الواحد 300 جنيه بياخدوه مع التذكرة تحت، وبيبلغونا يعني بالترابيزة اللي احنا حاجزينها، ترابيزة رقم كذا. وبنطلع فوق بناخد طبعا بنطلب الاكل اللي احنا عايزينه، بنحاسب عليه، وده بيبقى شامل ال 300 جنيه اللي احنا دفعناهم تحت مع التذاكر. وما تخافوش مش هتاخدوا يعني حاجة اقل من 300 جنيه، يعني هتاخدوا حاجة طبعا اكتر بال 300 جنيه. المطعم بقى بيلف لفة كاملة كل 60 دقيقة، يعني كل ساعة بيرجع للنقطة دي تاني زي اللي انت قعدت فيها. فطبعا الفيو بيبقى حلو جدا، تاكل كده وتتعشى وتتبسط او تتغدى. وال وانت بتلف كده وبتشوف القاهرة كلها وانت قاعد. طبعا ده المنيو بتاعه تشوفوه براحتكم كده وتشوفوا اللي انتوا عايزينه يعني. والمطعم اتجدد يا جماعة، عشان الناس اللي هتقولي لا هو كده، لا هو ما كانش كده بصراحة. ولو خدتوا بالكم من الترابيزات والكراسي من قريب ما كانتش الشكل ده. بصوا بيلف ازاي، انا حبيت اوريكم هو بيلف يعني تاخدوا بالكم معايا. بعد ما خلصنا قعدتنا بقى قلت ازاي هنزل كده من غير ما اطلع واخد كمان جولة بالليل والانوار الجميلة دي ولع يعني، وكمان المنظر بصراحة حلو جدا بالليل. فناخد لفة كمان كده قبل ما ننزل ونودع بقى جولتنا النهاردة ونروح، واوريكم كمان بالليل المنظر عامل ازاي. ان شاء الله تتبسطوا باذن الله يعني. وناس كتير ما راحتش البرج وما راحتش الاهرامات، لا يا جماعة روحوا واعملوا ذكريات حلوة. وكفاية ان احنا كمان نقول ان احنا طلعنا البرج ووقفنا في الهوا شوية وغيرنا جو وشمينا هوا نضيف.
يا رب يكون الجولة بتاعتي النهاردة عجبتكم واتبسطتوا معايا فيها وفاستحتكوا اهو. ولو في اي حاجة اكتبولي في التعليقات. طبعا هنا عجبني الشكل قوي وانا واقفة بصور يعني الملعب وبيلعبوا كورة، فقلت ناخد كمان حتة من عند الملعب من هنا. وهنا كمان تقدر تكتب اسمك باللغة الهيروغليفية اللي هي لغة الفراعنة، وانت وحظك بقى. حرف اللام هيطلع لك الأسد، وحرف الميم هيطلع لك البومة. وبعد كده نزلنا وخلصت جولتنا، والماكيت ده موجود بأسفل البرج يعني، بس انا ما صورتوش وانا طالعه لانه كانوا ندهوا على الرقم بتاعي فطلعت وما لحقتش اصوره، فقلت اصوره لكم وانا نازله. نموذج يعني مصغر. وكده بتكون خلاص جولتي خلصت. يا رب ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.